باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الأسبوع اللي فات واحنا بنكمل كلامنا عن التبرير اللي هو الخطوة الثالثة في المراحل الأربعة اللي ربنا بيعدينا عليهم عشان يوصلنا لشركة ميراث القديسين في النور. سمينا السلسلة دي تأهيل القديسين، اتكلمنا فيها عن التطهير واتكلمنا فيها عن التقديس، وبنكمل النهاردة مع بعض في التبرير. لما الأسبوع اللي فات اتكلمنا على الشاهد اللي بيقول ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية بل قدموا أعضاءكم آلات بر لله. كنا بنشوف أهمية الإنسان في العمل الإلهي. يقول في سفر هوشع كنت أجذبهم بحبال البشر. اعتبر الناس اللي بيستخدمهم لجذب النفوس هم حبال بيد العلي. لما بيجي حد يكلمك اعرف انه ما جالكش من نفسه، اعرف ان في اله بعتهولك، هو مجرد اداة. النهارده كنت اقرا قصه كده، جالي بوست حلوه قوي من قصص ابونا تدرس الجميلة قوي. بيقول في مرة كنت نازل افتقاد ومعايا نوتة صغيرة كده فيها عناوين الناس اللي أنا هفتقدهم. بيقولوا اختلط علي الأمر وطلعت في عنوان غلط، فلما خبطت طلع لي واحد كده منظره مستغرب مني قوي، بس وهو بيكلمني لمحت نتيجة فيها صورة للمسيح، عرفت انه بيت مسيحي. فبيقول له مين اللي جاب حضرتك هنا؟ قال له انا بفتقد، اقدر اخش واقعد معاكم؟ قال لا بس قول لي ايه اللي جابك الاول وانا احكي لك انا ايه حكايتي. فابونا قال له بصراحه انا جاي غلط. قال له ازاي؟ انا جاي في العنوان ده. قال لا ده في كذا وكذا وكذا وكذا. بس عموما انت ما جيتش غلط، انا لسه كنت امبارح قررت ان انا ارجع لربنا. أنا عشت في حياتي 20 سنة في الضياع، وفي قلبي حاجات كتيرة قوي قوي وجعاني ونفسي أرجع لربنا. فقلت له لو كاهن يجيلي أنا هقوم واتحرك على طول. هو الراجل ده أبونا ما راحش من نفسه، ده ربنا قال له بدل ما تطلع هنا اطلع هنا. عايز أفهمك الفكرة في العمل الإلهي، إن أحيانا تبقى أنت مجرد إله بيد إله عظيم بيصنع بك برا. عنوان خدمة النهاردة أشجار البر، وده عنوان مستوحى من سفر أشعياء النبي في الإصحاح الشهير جدا اسمه الإصحاح 61. ده أشهر إصحاحات سفر أشعياء وأكثر الإصحاحات استخداما في العهد الجديد. في الحقيقة الإصحاح 61 فيه شاهدين من أجمل ما يمكن إن هم يفتحوا لك الخيال للتصور بتاع العمل الإلهي في حياتك. هناخد الشاهد الثاني لأنه سهل شوية وبعد كده نخش في الأولاني. تعال نشوف الشاهد الثاني بيقول إيه. في عدد 10 أشعياء 61 عدد 10 كان في حالة تهلل وفرح وابتهاج. فبيقول كده أشعياء فرحا أفرحوا بالرب تبتهج نفسي بإلهي لأنه ألبسني ثياب الخلاص كساني رداء البر.
مثل عريس يتزين بعمامة ومثل عروس تتزين بحليها. دي روح النبوة يا أحبائي. واحد وهو بيصلي تفاجئ بأن في أمور عظيمة بتحصل معاه، أمور أشعرته بفرح غير عادي، فبيقول فرحا أفرح بالرب. ليه؟ أنا تبتهج نفسي بإلهي لأنه ألبسني ثياب الخلاص. يعني إيه ثوب الخلاص؟ يعني إيه ثوب الخلاص يا أحبائي؟ ده أمر عجيب قوي، بس بيوضح ويقول كساني رداء البر مثل عريس يتزين بعمامة ومثل عروس تتزين بحلية. بس قبل ما اتنقل، كم واحد منا لبس لباس البر ده، رداء البر ده، وكم واحد منا فرح بيه؟ ما هو مبدأ ان القرعة تتباهى بشعر بنت اختها مبدأ مش كتابي. يعني هو الراجل فرح وابتهج وانت فرحان على فرحته، لا شكر. انا عايز اسألك انت، هو الموضوع ده زارك؟ جيت في مرة كده حسيت انك لابس بر عظيم وثياب تعبر عن الخلاص، فمن كتر فرحتك بنفسك فرحت وابتهجت وهللت نفسك؟ ده الكلام ودي القراية. هو انا رايح اقول اشعياء فرح؟ طب ماشي، هو فرح وانا بكوحة جبس هنا، مش نافع. انا عايز ابقى زي الراجل ده. هو ينفع ابقى زي الراجل ده؟ الانجيل مش حالة خاصة، والنبوات مش تطبيق مباشر على اللي قالها. الانجيل انجيل لانه بشارة مفرحة للجميع. انا طبعا لو قعدت من هنا لبكره اقول لكم مين لبس ثياب الخلاص، خلاص مين لبس ثوب البر، حد هيرد عليا؟ ممكن حد يرد عليا؟ مين؟ ايوه قولوا لي. طيب ما تدوني حاجه. ها ازاي؟ قولي لي. يعني في المعموديه يقول انتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم ايه؟ بس احنا كنا صغيرين وقتها ما حسناش بالفرحة دي. عارفين بقى حس بيها قوي الناس اللي جم للمسيح وهم كبار. حضرنا معموديات ناس من بنسميهم احنا العابرين، الذين عبروا من مكان لمكان ومن اتجاه لاتجاه. انت ما تخيلش بيقعدوا يكلمونا بالتهليل والفرح اللي جوه ده ازاي. واحد يقول لي طب واحنا اتحرمنا من ده ليه؟ عمدونا واحنا صغيرين ليه؟ لا، ما انت ما اتحرمتش. ليه؟ بتيجي انت وانت كبير مثلا تلاقي ناس عاملين مؤتمر روح وتطلع معاه. في الاول بتبقى متقل قوي، هو ايه البرنامج بقى ده؟ الصبح قداس، وبعدين فطار ماشي، وعين ترانيم، وبعدين خدمه، وبعدين ايه ده؟ هو ده بس بعد دور مختلف. ايه؟ عندنا خلوه روحيه وعندنا خدمه وعندنا ورش عام. تبقى يعني انا بحكي لكم عن ناس ده في اخر مؤتمر قالوا لا، كبرنا دماغنا وراح قعدوا عند حمام السباحه فرقه كده، وانا كنت راقمهم كانوا يقعدوا في اخر القاعه الناحيه دي وراحوا هناك. بس يا سبحان الله، من بعد تاني خدمة لقيتهم متمسمرين في الكراسي وجم قعدوا قدام وخدوا، كانوا لقيتهم عاملين جروب بينهم ومن بعض مسمينه المؤتمر الفقر. الجروب اسمه كده، هم كلهم طالعين مؤتمر الفقر. بس طلع ان هو ايه النقلة دي؟ اول ما الواحد صحيح انت ما تمتعتش بالكلام بتاع اشعياء ده وانت صغير، لكن ما بيجي لك لمسه روحيه، بيجي لك زياره نعمه، اما ربنا يفتقدك وانت كبير تلاقيك فرحان فرح غير عادي. انا مش مستحمل نفسي. افتكر انا يوم ما دقت الكلام ده كنت في دير الانبابشوي ورجعت وانا مش مصدق اللي بيحصل معايا والاحساس، ولقيت ابونا كان بيدور عليا، انغبت قوي في الخلوه لحد ما لقاني قلت له انا حاسس بحاجه جامده قوي. طبعا لسه جديد في ربنا،
كلام بحكوا لكم ده فات عليه 51 سنة، فاكروا زي النهارده، سنة 74. أبونا يبص لي كده وفرحان فرحان 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 وماشي كده، وأنا مرتاح حاسس إن أنا طاير، لحد ما قعدنا في الجابية كده وكلنا مع بعض، وبقول له إيه اللي أنا فيه ده يا أبونا؟ قال لي زيارة نعمة. قلت له إيه؟ قال لي زيارة نعمة، انتظرتك النعمة الإلهية. أنا ما انساش كلمة زيارة نعمة. فما زال ربنا عنده زيارات نعمة لكل واحد فينا، في قداس، في تسبحة، في خلوة عنده. فالإحساس بتاع أشعياء ده ليك، إن ما كنتش دقته اطلبه، وإن كنت دقته اطلب إنك تتبدل. يعلم ربنا الحاجات اللي خدتها في أول بكور حياتي عايش بيها حتى اليوم، وبحاول أكترها وأتمتع بيها وأفرح قوي. أنا كان نادر في حياتي قلت له عايز أدوق الناس اللي أنت دوقته لي. ومن سنة 77 حتى اليوم أطلع مؤتمرات روحية، وكل الغرض اللي فيها مش التعليم ولا أي حاجة، لمسة الروحية. كنت أطلع بمؤتمر خدمة القرية معايا 500، وأنا كل اللي فارق معايا إزاي دول يتلمسوا مع ده فكرة، وكان ربنا يديني شوق القلب. فالكلام ده كلام مختبر ومعاش من فضلك. لو ما دكتور صلي قلت له ليه؟ قول له عايز أدوقه، وهتكتشف إن أنت اللي ما اديتلوش فرصة إن يلبسك ثياب الخلاص ولا ثوب البر. وبعدين بقول لأنه كما أن الأرض تخرج نباتها، أرض كده خضرت، وكما أن الجنة تنبت مزروعاتها، هكذا السيد الرب ينبت برا وتسبيحا أمام كل الأمم. إيه؟ السيد الرب ينبت برا وتسبيحا أمام كل الأمم. اللي هو مين؟ اللي هو احنا بر الله. فكركم بالشاهد اللي قرناه الأسبوع اللي فات، اللي في آخر رومية 4، لو نطلعه كده، آخر شاهد في رومية 4 يقول إيه بقى؟ قولوا معايا: الذي أسلم من أجل خطايانا وإيه؟ وأقيم لأجل إيه؟ وإحنا نقول تبريرنا يعني إيه؟ هيبررنا إحنا؟ لا، هوريك بقى. هات كده كورنثوس الثانية 5، كورنثوس الثانية 5 آخر شاهد برضو. بيقول إيه بقى؟ قولوا معايا: لأنه جعل الذي لم يعرف خطية إيه؟ خطية لأجلنا، لنكون نحن إيه؟ مش سامع عنها. لنكون نحن إيه؟ لأكون أنا إيه؟ قولها عن نفسك، وقول لأكون. قول عن نفسك، قول أنت بر الله في المسيح يسوع. وأنا عايز أشرح لك دي النهاردة. أنا بر الله، نعم، لأن كما أن الأرض تنبت ثمرا كذا السيد الرب لك ينبت برا. اتخيل معايا كده القديسين اللي هم سحابة الشهود المحيطة بنا، لما احنا بنروح الأديرة ونشوف عظمة هؤلاء القديسين ونكتشف ان كان لهم تاريخ وحش في الخطايا، وبعد كده بقى هم الأنوار اللي منورة الكنيسة. ازاي ده؟ ايوه، شاول اللي كان سيف بيد إبليس بيضطهد كنيسة الله بإفراط وإتلافها، أصبح بولس أعظم خادم للإنجيل. تعجبني عظة لأبونا أرمية، يقول إن يوم ما داود انتصر على جليات أخذ سيف جليات من إيده وقطع رقبة جليات. قال كده رقبة جليات ما يقطعهاش غير سيف جليات. بقول إن بولس الرسول كان هو سيف إبليس، وهو اللي قطع إبليس من بقاع المسكونة. أنت أداة بيد الرب، أنت بر الله. فضلك عايز تتشبع بهذا الفكر.
لانك انت قريت كتير حاجات وهتتكسف قوي من نفسك لما اعيدها لك تاني ايه ده انا ما كنتش فاكرها كده. زي ايه؟ هديلكم مثال. لما هو يقول انا هو الكرمة وانتم ايه؟ الاغصان. الاغصان دي بتدي ايه بقى؟ ثمر، مش كده برضو؟ حلو قوي. اذا اصبح ربنا جعل نفسه الكرمة، ومين اللي شايل الثمر؟ يبقى احنا بر الله، احنا العنب، احنا التين، احنا الفاكهة الحلوة من الجذع الخشبي الصلب. ايه ده ايه ده ايه ده؟ الناس مش شايفة ربنا وشايفانا. يرى الناس اعمالكم الحسنة يمجدوا اباكم. طب المفروض يمجدوني؟ لا، هم عارفين ان انت بر الله في المسيح. انت لولا ربنا ما كنتش انت بقيت كده. ايه؟ تغيير رهيب ربنا بيجريه في حياتك فتصير انت بر الله، منظور من الجميع، مقروء من الجميع، وسبب مجد يجي لربنا كل يوم بسببك. يرى الناس اعمالكم الحسنه يمجدون الله. بولس يقول كده، بيقول ان هم قالوا ان شاول الذي كان يضطهد الكنيسه قبلا يقنع اليهود باكثر قوه ان يسوع هو المسيح، فكانوا يمجدون الله فيا. صار شاول سبب مجد لله. اخر مره كنت سبب مجد الله امتى؟ لو سمحت، الغصن اللي ما يجيبش ثمر ايه قيمته؟ قيمة الغصن في انه يثمر ويدوم ثمره لمجد الله والمسيح. طب ما ينفعش ربنا يثمر من نفسه؟ نأسف. طب يسوع يثمر من نفسه؟ لا. امال يثمروا مين؟ بينا احنا. عشان كده قال مجدي عليك يرى. مجد الله يرى علينا احنا. عايز اشبع افكارك بالكلام ده ليه؟ انت مش هتثمر فجأة غير لما تبقى بطنك حبلى بهذا النور وهذا الحق. انا بر الله. ايه؟ انا بر الله. انا بر الله في بيتي، انا بر الله في شغلي، انا بر الله في الشارع، ومن غيري يبقى الله بلا ثمر. يا ايوه. اقرا معايا تاني كده في اشعياء 61 عدد 11. اقرا معايا. لانه ايه؟ كما ان الارض ايه؟ تخرج ايه؟ نباتها. وكما ان الجنه تنبت ايه؟ مزروعاتها. ايوه، هكذا ايه؟ السيد الرب ينبت ايه؟ برا وايه؟ وتسبيحا امام كل الامم. من هم بر الله يا احبائي؟ مش سامع كويس؟ من هم تسبيح الله وفرحه في كل الارض يا احبائي؟ عايزك تتشبع بهذا الفكر، زي ما انت طول عمرك متشبع بانك انت خاطي وانك انت ما تنفعش وانك انت قليل وانك انت مرفوض، وبقيت كده لانك مشبع بافكار الهزيمه. اوعى، ارفع عينك لربنا، شوف ربنا عايز منك ايه، واللي ما تلاقيش الكتاب بيشهد ليه يشيله من مخك. هنا الله يقول لك الرب إلهك ينبت برا. كيف ينبت الله برا؟ كيف تصير أنت ثمر وعمل الله وسط البشر؟ يقول تحت ظلها اشتهيت أن أبيت وثمرته حلوة. في ناس من كتر حلاوتهم تبقى مش عايز تفارقهم، ولما تقرب قوي انت جميلة قوي، انت حلوة قوي، اقول لك من المسيح وانا كنت كده، ده انا كنت صبار، ده انا كنت شكوى حاسك. يسوع ربي هو جمالي. ايه ده؟ ايوه، ناس تلتصق بيهم لان هم حلوين. الناس دي حلوه قوي، هم دول، ده حبه الشهد الالهي. انتبهوا، لازم انت تشبع بنور الانجيل.
لازم تشبع بحق الله. الله خلق العالم بالكلمة وهيخلق فيك حالا بالكلمة. الله عايز يخلق فيه في الكلمة. قل له تكلم يا رب لأن عبدك سامع. الله يتكلم يصير نور. الله يتكلم تصير أنهار. الله يتكلم تيجي نباتات. الله يتكلم تصير كلكم ثمر بر للسلام. ألبسني ثياب الخلاص ورداء البر كساني. ثياب الخلاص رداء البر رب المجد يسوع اللي انت مش واخد بالك منه. طيب النقلة في حياتنا تيجي ازاي؟ الخطوة دي تيجي ازاي؟ يعني ازاي انا ابقى فعلا اللي ربنا واللي اشعيا بيتنبأ عليه ده؟ نجيب بقى اول اصحاح. تقول لي هو ده احنا حافظينه. ما المصيبة السوداء انك حافظه. ايه المصيبة السوداء انك حافظه؟ ليه؟ من كتر ما انت حفظته ما عرفتش اللي فيه. تعالى اقرا بعين مختلفة كده هتفاجأ بأمر انت ما تتخيلهوش. دعني اقراه لك الشاهد كله على بعضه في الاول وبعد كده اشوف اللي ربنا بيعمل ايه. بيقول كده في عدد 1 الكلام ده على فم المسيح بروح النبوة عند أشعيا. الكلام ده لما دخل مجمع الناصرة في لوقا 4 حيث كان قد تربى ودفع إليه السفر ليقرأ وقال روح السيد الرب علي الرب مسحني وطوى السفر وقال لهم اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. ايه انا هو بقى اللي كان بيتنبأ عليه اشعياء. تعال نقرا يسوع بيقول ايه. لان روح السيد الرب ايه علي لان الرب مسحني. كلمة مسحني أي أعطاني وظيفة إلهية. المسحة وظيفة. فهناك مسحة الملوك ليملك، مسحة الكهنة ليخدموا الله فيما للناس ويخدموا الناس فيما لله. الرب مسحني ليه؟ إيه دور المسيح ورسالته؟ بيقول أول حاجة قولوا معايا كده لأبشر المساكين. يبشر المساكين بس احنا ما شفناش. لا ما هو بعت عبيده يبشروا. عبيده دول كانوا هم بر الله. يعني فلان لما جه افتقدني في البيت كان بر الله. ايوه. فلانه دي لما قالت لي تعالى ما اصلي معاكي كانت بر الله. نعم انت اداه بيد الله بتصنع برا. الرب مسحني لأنادي لأبشر المساكين. عشان كده يسوع قال طوبى للحزانة الآن لأنهم يتعزون في الموعظة على الجبل. أبشر المساكين بديهم أخبار حلوة. امبارح كان عندي خدمة كان نفسي أسميها بشارة المساكين. وعايز أقول لكم قد كده أنا كنت طاير وأنا بتكلم ما كنتش حاسس إن على الأرض لأن كان فعلا بشارة للمساكين. مسحني لأبشر المساكين ديهم أخبار حلوة رجاء حي. كنت بكلمهم على ولدنا ثانية لرجاء حي لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماء لأجلكم مولوده في بقك معلقة ذهب. بشر المساكين. طب وإيه تاني؟ لأعصب منكسر القلب. الناس اللي قلبهم انكسر من خيانة من غدر من كراهية من بغضة من تغير وجه الحياة. امبارح كنت قاعد مع واحدة احنا ما كناش نعرف نتكلم معاها واحنا صغيرين لان ابوها كان اغنى واحد في المنطقة عندنا. قاعدة معايا بالدموع مستلفة من البقال ومستلفة من الخضري والبكاء قتلها وأنا قاعد جنبها مش مستحمل. ناس قلوبها انكسرت لأن تغيرت الظروف معاهم. ناس قلوبها انكسرت إما أهينت كرامتهم. ناس قلوبها انكسرت إما اتفضحوا فجاي يسوع للقلوب المكسورة دي وهو قاعد إيه؟ يعصبها يلم الشقفة على الشقفة يضمهم
ويعصبهم أعصب. يلحموا تاني أعصب. تخيل لما يسوع يعصب القلب الكثير. فرصة جميلة ليسوع يعصب منكسر القلوب. ما تسمع حد كسر الحزن روح له. ما تسمع عن حد الحياة ادته ظهرها روح له. اما تسمع عن حد فقد وظيفة فقد غالي روح له. يقول عزوا شعبي يقول الرب. عزوا. دورك أن تعصب وتقعد معاه وتصلي وتطيب خاطره. تبقى قمت بدور المسيح. انت بر الله في المسيح. طب وبعدين ايه كمان؟ بيقول لأنادي للمسبيين بالعتق. أبشر المسبيين، الناس اللي الخطية سابتهم وأثارتهم وقيدتهم في إدمان، في خطية، في شهوة رضية، وبقوا مربوطين في أغلال الخطية. جاي أبشرهم إيه؟ يوجد نجاة، يوجد خلاص، وجدت فدية. جاي أبشر على فكرة أنت حر من هذا الإدمان ده. أنا ما بقدرش، هتقدر بقوة المسيح ومصلي معايا. واحد هنا في الاجتماع أخته بكت عشانه بدل الدموع دم، إنه بعد ما عرف ربنا اتبلع وحش قوي. وقاعدين نفكر إحنا في مصحات وبتاع وكده، هيرجع إزاي؟ ونجد طلع خلوة في أحد الأديرة مع أب راهب حبيبه. معاش ديتوكس؟ لا. معاش أدوية؟ لا. يعلم الله من تاني أو تالت يوم بعت لي صورته وهو لابس تونيا في قلب الهيكل بيصلي معاهم. وإيه الفرح اللي في وشه ده؟ وإيه التهليل ده؟ ويبعت لي بقى رسائل. أنا مش مصدق كمية الفرح ده. أنا فرحان في وسط الناس دول قوي. الناس دي جميلة. إيه ده أدوات بر الله، ولا أجعص مصحة تعمل اللي عملوه. ورجع زي الفل دهب. إما راحش، لا، كان في حاجة أعظم بكتير. في أدوات للرب، في بر للرب. ونادي أبشر ونادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين، الناس المقيدين في عبودية مرة. يا حلوين الخدام دول اللي يروحوا للناس المقيدين يفكوهم ويحرروهم. أليس مثل هذا صوما أختاره؟ حل قيود الشر وفك عقد النير. أشعياء 58. فتلاقي واحد بيحرر واحد كده، ده أداة بر في يد الله بيصنع بها برا. دول كم خطوة دول؟ ده والمساكين أبشرهم، والمكسور القلب أنادلهم، والأعصبهم، والمسبي أناديله وأحرر المأسور في الإطلاق. وبعدين أنا أنادي بعام حرية، بسنة الرب المقبولة، أزمنة رد كل شيء، اللي هو متأن من مجيء المسيح. ابتدى يترد سبي المأسورين، واستخدم جماعة بسيطة، ناس صيادين بسطاء فتنوا المسكونة. ايه ده؟ هم دول يكون بر الله ظهر فيهم. ما نفسكش بر الله يظهر فيك، لأن السيد الرب إلهك ينبت برا. الأرض الغنية اللي تدعى حفصيبة تنبت زرع قوي. يقول لك بنوك كأغراس الزيتون الجدد حول مائدتك. وبعدين وبيوم انتقام من العدو اللي أصارهم وسباهم وكسر قلوبهم. يا أيوة، أمين هو الله يجازي الذين يضايقونكم ضيقا ويحفظ الأسمة إلى يوم الدين معاقبين. وبعدين له أعزي كل الناحين. هنا هقف حاجة. مين هم هؤلاء الناحين؟ قال كده، بيقول أرد تعزيات له
ولنائحين. النائحين دول ممكن تكون الأم اللي بتبكي عشان ابنها، ممكن تكون الزوجة اللي بتبكي عشان جوزها، ممكن يكون الأب اللي بيبكي على ارتداد ابنه. ايه ده؟ يجي يفرح الناس اللي ناحوا، يجي يفرح القديسة مونيكا بابنها أغسطينوس. فحتة النائحين دي قصة، دي وعظة. أرد تعزيات له ولمن ناحوا بكوا عليه، افرحوا معها أيها النائحون عليها. لأجعل لنائحي صهيون. بصوا بقى الجمال، بصوا الجمال اللي جاي. هتعمل ايه يا رب؟ احنا شفنا كم خطوة في الأول. جاي يبشر مساكين، جاي يعصب منكسر القلوب، جاي ينادي للمأسورين للمسبيين، جاي يطلق الأسرى المأسورين، يطلقهم أحرار. جميل قوي. لو انت طلعت واحد من السجن يعني منظره جميل قوي، هيطلع وتراب السجن على دقنه، ما يبانش عليه اي حاجة، فانت ما عملتش حاجة. عمل الله الخلاصي لا يكتفي بتحريرك، لا، لو انت طالع من أسر الخطية. شوف الابن الضال الاسبوع اللي فات وهو راجع، وريحة ومنظر وحاجة، الأب يغير كل الهيئة وكل المنظر. فيجي ربنا يبتدي يغير فيك. يعني مش بيكتفي بتدبير فدائك وخلاصك، لا، هنا بقى أعمال البر. يعمل ايه بقى؟ ربنا يدينا، يورينا الشيء ونقيده. يبقى الإنسان جاي من رماد الخطية، يقول لا أنا أديكم جمال عوض الرماد، يعطي جمال عوض الرماد. تعرفين موضوع الرماد ده، الناس كانوا في الصعيد ما يجي حد يموت ياخدوا من تراب الأرض يحطوا على وشهم، وما يكتفوش بكده، ساعات كان ياخدوا من حاجة اسمها زهرة الغسيل يسموها النيلة الزرقاء ويحطوها على وشهم يقعدوا 40. ايه ده علامة حزن جامد. لا أنا جاي أغسل ده وأديلكم جمال. الدموع اللي عملت أخديد في الوش تتمسح ونلاقي بهجة قد كده. أعطي جمال. هو ده بر الله، هو ده بر الله. احنا كنا طول عمرنا واقفين عند نداء للمأسورين والمسبيين. لا، ده مش كفاية. ليه؟ اللي بيطلع من السجن ويلاقي نفسه ضايع بيضطر يسرق تاني، ولأن الأسباب اللي دخلته أولاني هترجعه تاني للسجن. إنما اللي يطلع من السجن ويتعمل له رد اعتبار ويتعمل له غنى ويتعمل له شغل، ما يرجعش السجن تاني. فالله بيديك أعمال إيجابية وإنت راجع، عشان مش عايزك ترجع تاني لأسر الشيطان. أعمال إيجابية. أعطيهم جمال عوض الرماد، وإيه؟ ودهن فرح عوضا عن النوح. بدل ما كان الإنسان عايش في حزن وكآبة. كلمني واحد قبل ما اجي قال لي أنا حرامي. إيه حرامي؟ أنا بقالي أسبوع ما نهمتش، أنا تعبان سامحني. قلت له يا ابن الله يحلك، الله يسامحك، روح افرح مع بيتك وولادك وتناول بكرة، أنا من قلبي مسامحك. عايز أفكه، عايزه يترحم من التعب اللي هو فيه. الله يعطي دهن فرح. أيوة، وتخيل واحد نائح كده وبعد من كتر الفرح يدهن. يا سلام يا سلام. تغيير ونقلات قوية ربنا بيعملها. لو انت ما شفتش الجمال اطلبه واركع، قول له انا لسه مش حلو يا رب، لسه حياتي زي ما نفسي اتغير عن شكلي، نفسي يبقى عندي جمال عوض الرماد. انا نفسي الناس تسألني ايه سبب الرجاء اللي فيك عشان احكي لهم. نفسي اقول لكل الناس بيسوع وحده الخلاص. انا جيت ليسوع وغيرني، انا جيت ليسوع وحررني، فكني. يا سلام على الجمال ودهن الفرح. الاكتر من كده بقى بيقول ايه بقى؟ ورداء تسبيح
عوضا عن الروح اليائسة. الإنسان وهو يائس كده تجده: لماذا أنت حزين يا نفسي؟ ولماذا أسلك كئيبا من مضايقة عدو؟ تعال كل، ماليش نفس، تعال نعمل، أنا عايز أشوف موتة، طب تعال سوي. يائس يائس، روح يائسة مسكاه. تخيل ده لابس رداء تسبيح وعمال يفط وينط ويفتح ويهلل. لو شفتوا رداء التسبيح ده كان يتعمل من حرير اصفر وابيض واسمنجوني وارجوان ومعمول بالقصب، شغلانه. الصوب نفسه فرح وتهليل. بيقول لك خلي اليائس ده يقفز فرحا. دي التغييرات الإلهية العميقة اللي الله يغيرها جوه شخصيتك ليصنع منك برا. وبناء عن هذه المفاعيل الثلاثة يحصل ايه؟ ما هي النتيجة؟ يقول، قولوا معايا: فيدعون ايه؟ أشجار البر، غرس الرب للتمجيد. يدعون ايه؟ غرس الرب. مين اللي هيدعو أشجار البر؟ اللي كان قلبهم مكسور، واللي كان أسرى، واللي كانوا حزانة، واللي كانوا ايه ده؟ هم دول يبقى شجرة بر. الرب إلهك ينبت برا، والناس تسميهم كده. ايه؟ الناس تقول لك فلان ده شجرة بر. ما نفسكش الناس تسميك شجرة بر؟ ما نفسكش تدعى كده؟ كفاية الألقاب القديمة عايزين نشيلها. ده وش نكد، ودي وش فقر، وده هي في خلقتك وخلقتك كذا. دي الصفات دي احنا عايزين نرميها ورانا خالص. تخيل انت ما تبقى راجل في بيتك شجرة بر، امرأة في بيتك شجرة بر، امرأتك تصير كرمة مثمرة في جوانب بيتك، شجار بر. مش وش نكد، مش وش فقر. ايه ده؟ الحزن اللي ثبت في بيوتنا ما جاش بالصدفة، والخلافات ما جاتش احنا ما بقى. ايه ده؟ هو احنا الكلام. نعم، فأنت هتدعى شجرة بر. ايه الثمر بتاعها؟ الرب إلهك ينبت برا، لأن الرب إلهك ينبت برا. ربنا الشجرة ما عندهاش ثمر، لكن الثمر يأتي على الأغصان. فالله يحتاج أن يثمر من خلالك. في المثل بتاع الكرم والكرامين بيحكي عن السيد اللي كان عنده كرم، وده الكرامين يأتوه بثمره في حينه. فبيقول ايه بقى؟ وعند وقت الإثمار أرسل ناس للعبيد دول عشان يدوهم من ثمر الكرم. العبيد عملوا ايه؟ طردوه ورجعوا زعلانين. ها، خدتوا من الكرم بتاعي؟ قالوا لا. ازاي ده؟ عايز اقرا لكم المثل، انه مثل يوجع القلب. متى 21. تعالوا نقرا مع بعض المثل ده. متى 21 عدد 33. تعالوا نقرا احسن المثل ده خطر. بيقول ايه؟ اسمعوا مثلا اخر. كان انسان رب بيت غرس كرما، عمل عنب وأحاطوا بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه ليد كرامين وسافر. ولما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرامين: ادوني ثمر من عندكم. العبيد قالوا له: نروح نوم. ده هيهيصوك، ده الكرم عندي من نوع كرم صارك، واغلى حاجه واحسن حاجه. فراحوا العبيد ادونا من ثمر. فاخذ الكرمون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا. ما جوش، استأخرهم.
لا، أبعت عبيد تاني. ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين، فعلوا بهم هكذا. أخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا: يهابون ابني. وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، هلم نقتله ونأخذ ميراثه. فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. فبقى يسوع سأل الجموع سؤال: فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين؟ قالوا له: أولئك الأردياء إيه؟ مش سامع. أولئك الأردياء إيه؟ هم اللي حكموا، يهلكهم هلاكا رضيا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الأثمار في أوقاتها. قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رزله البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم. يا نهار أبيض، أنتوا اللي حكمتوا. ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. اسألكم سؤال: هم الكرامين دول كانوا بيشتغلوا ولا ما بيشتغلوش؟ بالأمانة زرعوا ولا ما زرعوش؟ وحصدوا وقلموا وعملوا، بس الناس ما دقتش من هذا الثمر. اشكرك على صلواتك وأصوامك المقتدرة. إن ما كانش الناس هيدوقوا من ثمرك الحلو، ينزع منك ملكوت الله ويعطى لمن يصنع ثمره. الميزة امبارح قاعدة معايا واحد جوزها دياكون، يعني حاجة جامدة قوي 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 في الكنيسة، تقول لي أنا كرهت ربنا بسببه، مش بروح أتناول لما أشوفه واقف على المسبح. ما هوش شجرة بر، ما بيدوقهاش من الطعم الحلو بتاع الكرمة. اوعى تتخيل لو ما كانش اللي حواليك يدوقوا انت ما عادش ليك لازمه. ينزع منهم ملكوت الله ويعطى لأمة تعطي أثمرها. هتقعد تقول لي اصل هو كذا، اصل هي كذا، اصل العيال دول كذا، اصل زمايلي ما يستاهلوش. قول اللي انت عايزه. الله لما كان زارع شجره بقول لك اتى يطلب ثمرا في لوقا 11، ولما ما لقاش قال له: هوذا لي 3 سنوات أأتي وأطلب ثمرا ولا أجد، اقطعها. لماذا تبطل الشجرة؟ الغرض من الشجرة ثمر. الرب إلهك ينبت برا، ما فيش ثمر ملهاش لازمة. أنا بصلي وصوم تشكر، أخبار الثمر إيه؟ ما بدي حد تدبير روحي يعني يحب يفرحني، نشكر ربنا مواظب على الصلاة الفلانية والقراءة الفلانية وده كده وده كذا وده كذا، أعرف إن التدبير فشل. ليه؟ ما هو مواظب. لا، ما يقول ده فرحان قوي بالتدبير، ده أنا فرق معايا. تصدق عيالي فرق معاهم اللي أنا بعمله ده؟ بابا أنت بقيت طيب قوي، ماما أنت بقيتي جميلة. إيه ده لازم يفرق مع البيت. ما فيش تدبير ما يفرقش مع اللي حواليك. الكرامين دول كانوا بيزرعوا، اللي حواليهم ما كانوش من الثمر، نزع منهم الكرم. ما ينفعش يقعدوا. ينزع منكم ملكوت الله ويعطى لأمة أخرى. صلي الوقت وانت قاعد انت بتكلم فيه، راجع نفسك. أنا بياخدوا مني أمر ثمر، بياخدوا مني زعيق، بياخدوا مني زغرة تجدب العيل في الأرض، وبتاخد مني كلام يسم بدنها. ايه ده انت كارثة. لا ده أنا مخصماه، لا ده انا مكبراله، لا ده انا مش سهله. لا انا هفرح مين وهو ده بيفرح؟ ده وش نكد. طيب شكرا احبائي. ملكوت الله بينزع، ملكوت الله بينزع. بره، فرحه، سلامه، نعمته يعطى لأمة تصنع أثمارها. الرب إلهك يثمر برا. تقول لي بس طب انا يعني أثمر بالعافيه؟ يعني انا اجيب نتيجه بالعافيه؟ يعني لا، مش بالعافيه.
لازم المسيح يعمل معاك حاجة، لازم تقف قدامه كده. سامحوني كده لما بيكون عندنا فرح او سهرة او حاجة، الراجل من دول عايز يروح يحلق دقنه ويلمع نفسه ويلبس البدلة ويظبط الكرافات طبيعي، عايز يبان منظره حلو في قلب السهرة، وهي نفسها تروح عند الكوافير تقعد لها بالساعتين 3. مهتمين باللي الناس شايفاه واحنا مش مهتمين بالناس شايفاه. بيحكوا عن القديس ماري إسحاق، كان مرة في أحد الأروقة قاعد مع تلاميذه، وعبر موقف بالرقص والشخاليل. مين ده؟ واحدة رقاصة مشهورة في المدينة عايزة تلم الناس على الكازينو اللي هي عاملاها. فأول ما عدى بقى وهي قاعدة متبرجة وبترقص وتتنطط وحواليها اللي حواليها، كل الكهنة اللي حواليهم حطوا وشهم في الأرض كده، إلا هو قاعد يبص عليه. بص انت وهو خير، شايفينها؟ قسيس واسقف يقول له شايفها؟ هم شايفين بس خلاص. قال لهم دي احسن مني واحسن منكم، هي بتتزين لمحبيها واحنا لا. هي عامله موكب تلم الناس على الكباريه بتاعها واحنا كنايسنا فاضيه. هي مهتم ايه ده، قاعد يمجد فيها ويقلب نفسه. لما وصلت الحته اللي هترقص فيها، قام الواد قال لها معلمه ده انت وصلت خير، ده النهارده كان ماري إسحاق شافك. تتكلم جد؟ سب ولعن. قال لا ده انت انضف منه. قالت له انا يعلم ربنا، قال انت احسن منه، انت بتتزيني ومهتمه وبتعملي وهو الناس بتطفش منه. قلت له انا مش هرقص النهارده. وراحت لم نفسها وراحت له بالليل في جنح الظلام، خبط عليه. مين؟ انا فلانه اللي انت مدحتها وذمت في نفسك، انا فلانه اللي كذا، وبكت وانت ايه ده اتضاعه، كسر كبريائها. قلت له حي هو الرب، ما هطلع من هنا تاني ولا هروح في حته تانيه. وخدت محبسه وكان فيها طاقه. ايه ده والمجد. اوعى تتخيل. انت اخبارك ايه؟ اخبار مجد الله اللي بيرى عليك ايه؟ اخبار بثمر البر معك ايه؟ مرساه يرفعها اشعياء في سفر اشعياء، بيقول لأنشدن عن حبيبي نشيد محبية لكرمه. بيقول كده في الإصحاح 5 في أشعياء، لأنشدن عن حبيبي نشيد محبية لكرمه. ماله؟ كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة فنقبه. نقبه يعني ايه؟ المية هناك في جبال لبنان مش مية أنهار، ما بتطلعش، لكن بيعتمدوا على المطر المبكر والمتأخر. ماشي، طب المطر نزل وارتوى، يجيبوا مية تاني منين؟ ينقبوا حوالين الشجر، يعملوا نقرة كبيرة، حفرة كبيرة حوالين الشجرة، بحيث المية اما تنزل تروي الشجرة وتعبي ايه بقى؟ النقرة. تقعد هي تشرب منها بشوية 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 لحد ما يجي المطر المتأخر. نقبه يعني قاعد يحفر، بيعمل شغل عشان الكرمة ده يجيب نتيجة، ونقى حجارته من الجذور عشان الجذور تضرب ويطلع أحسن كرم. وغرسه كرم سورق، ده أغلى كرم. يوم ما 2 من جواسيس يشوع أخدوا زرجونة عنب شالوها 2 على كتافهم. ده قطف العنب، نعم. وبنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا معصرة عشان خاطر ياخد العنب يعصره ويطلع منه حاجة تفرح الناس. فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديا. خدوا بالكم، انتظر أن يصنع عنب فصنع إيه؟ ده ما طلعش جميز، ده ما طلعش جوافة، ده طلع عنب برضه، بس مش صورة زي اللي اتزرع، لأن القانون الإلهي يعطي ثمرا كجنس. يسوع المسيح معتبر نفسه حبة الحنطة اللي بتزرع، نطلع احنا زيه.
يا أيوة الذين سبق فعرفهم سبق فدعاهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ثمر كجنسه. فما صنعش بطيخ ولا حاجة، ده طلع عنب. بس عنب ايه؟ اشوف انا بتوع مزارع العنب يعدوا الناس اللي بيشتروا العنب بحاجة اسمها الشبلونة مليانة خروم. لو العنب عدت لا استبعد، ايه ده رفيعة. هم عايزين مقاس معين عشان يبقى سوبيريور للتصدير. هو عايز مقياس معين، قياس قامة ملء المسيح. تقول هوصل لكده؟ انت جواك كده اساسا، انت مخلوق على صورة الله، انت متعمد لتكون شبه المسيح جواك. سيبك من حبة التراب اللي حواليك ده، ربنا شايف قلبك الحلو، شايف طيبتك واشواقك. الاسبوع ده رحت انا وعادل لواحد المفروض ان احنا نكلمه عن ربنا، هو كلمنا عن ربنا، اشكر الله. ايه ده؟ ما اوعى تتخيل ان في حد يخلو من نور الله. اوعى تتخيل ان في حد يخلو من نور. انت جواك نور الله بس حاطط عليه اكداس من تراب العالم. مين يشيل عنك الكلام ده ويظهر نورك؟ يخرج مثل الصبح نورك ويكون ظلامك الدامس مثل الظهيرة. لماذا إذا انتصرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رضيا؟ والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا احكموا بيني وبين كرمي. ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه؟ لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديا؟ فالآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمي. أنزع سياجه فيصير للرعي، خلي المواشي تجري فيه. أهدم جدرانه فيصير للدوس. أجعله خرابا لا يقضب ولا ينقب، فيطلع شوك وحسك، وأوصي الغيم أن لا يمطر عليه مطر. إن كرم رب الجنود هو إيه ده؟ إيه ده؟ خدوا بالكم، كلمة الرب لك بتبرق الله مستني، طالب منك وتقدر. هو يقدر مش انت، هو العيون بتجواك. من قبلي يوجد ثمرك، هو يسموها ثمار الروح مش ثمارك انت. اما ثمر الروح يعني اول ما تشعل الروح اللي جواك يثمر فيك محبه وفرح وسلام وطول عناء، الحاجات الحلوه اللي الناس عايزاها. قرارك ايه؟ قرارك ايه؟ ترى الزهر بتاع الارض يفرح وجه الارض، فرحة الارض بثمرها وزرعها، وفرحة قلب ربنا بيك انت وثمرك وزرعك. فضلك قل له انا شجرة تثمر برك يا ابن الله، انا نبت في حقلك العظيم يا الله، انا عايز اكون مثمر. تعجبني قوي حنة مرات القانا وهي واقفة تتقطع قدام ربنا، تكاد تكون بتقول له اديني ابن او اموت، وجوزها يصبرها. اما انا خير لك من 10 بنين. ده كل واحد بياخد نصيب وانت بتاخده نصيب 2. قلت له لا، لازم اكون مثمرة. يسموني ذات بعولة، يسموني حفصيبة، ومن كتر أنتها ودموعها نظر إله الله. مش عايز تقف قدام ربنا كده تسكب نفسك تقول له أنا خميرة عكننة في بيتي يا رب، أنا نفسي أكون ده، أكون كرمة مثمرة في جوانب البيت، نفسي أكون شجرة بر. قول له عايز أكون ده. اقف صلي قدامه قول له خليني كده، ما ينفعش أبقى شوك وعوسج وحسد، ما ينفعش، ما ينفعش استمر كده، هينزع مني ملكوت الله. ما ينفعش تكمل كده، وانا ما ينفعش اكمل كده. حد منكم عايز يكمل كده؟ لازم تقف قدامه دلوقتي وقفه محترمه بعمرك كله. بص يا رب، انا النهارده كلامك ده فوقني، يعني كملت عليا. انا كنت لسه بفكر ابقى آلة بر ولا ما بقاش، طلعت انا ثمرك، طلعت انا برك،
طلعت انا نعمتك ونورك بص يا رب انا سامحني على اللي فات، سامحني. واحده جات لي امبارح قعدت تقول في جوزها وحماتها ما قال مالك في الخمر. يعني واحد غيري كان يقوم ياخد العنوان بتاع حماتها دي ويروح يضربها، بس انا مش كده. قلت لها اسمعي يا بت، حماتك دي تقدري تموتيها بسهوله. قلت لي يعني؟ قلت لها احكي لك قصه صيني بس مش مضروبه. مره واحده راحت لحكيم البلد قالت له حماتي خربه بيتي، حماتي خربه بيتي، مكرهه جوزي فيا، غضبان مني وقرفان مني. قعدت تقول له فيها لا بس حماتك دي لازم تموت. قالت له لازم تموت؟ بصي خد الكيس ده فيه سم يموتها ببطء. راجل حكيم بقى، بس على شرط لازم الناس كلها تشوفك بتحبيها وهي بتحبك. ليه؟ عشان يوم ما تطب ميته ما ياخدوكيش انت على كراخوش. قلت له يعني ايه؟ قال لها شوف بتحب تاكل ايه وحط لها فيه السم، بتحب تشرب ايه وحط لها فيه السم، شويه بشويه شويه بشويه لحد ما نروم المراد من رب العباد وتجيني هنا ابارك لك انها المرحومه راحت خلاص. خدت الكيس وكأن معاها كنز. صبحت تاني يوم حماتي تحب اعمل لك اكل ايه النهارده؟ يا اختي اسكتي، يعني جت النهارده قالت لها بس اعمل لك اي حاجه. انا اكل فراخ. جريت عملت لها احلى فرخه، حطت لها فيها السم، والشوربه حطت لها فيها السم، وتجيب لها كوبايه الميه ساقعه وفيها. ما حرمتش حماتها من حاجه. يوم 2 3 الحما فرحانه بيها. جه الواد يزعق له ما تزعقلهاش، ده احسن من اختك، دي زي بنتي معانا في البيت، اوعى تغلط فيها. هي مبسوطه، السم جايب نتيجه وتكت، بس هو لا السم بالراحه، وتمسح لها قدام البيت ومن ورا البيت عشان الناس يشوفوها حلوه. قعدت تنفذ الخطه. بعد 20 25 يوم لقت حماتها دي بتموت فيها، وهي بتحب حماتها قوي. ايه دي هتموت. جريت على الراجل قلت له بقول لك ايه، ينفع نوقف السم؟ قال لها لا. قلت له ده انا كرعتها سم، كرعتها سم في الاكل وفي الشرب وفي اللبس والمسح والكنس. طب عشان انا مش عايزاها تموت. لا ليه؟ قلت له بصراحه بتحبني وبتخش عني وواقفه معايا وبتاع. قال لي انا كنت مديكي كيس دقيق ما اديتكيش كيس سم. قلت له ايه؟ انا ما اديتكيش سم. البنت سمعت مني الكلام ده. قلت لها تعملي ايه؟ قالت انا ما رحتش لحماتي في عيد الام، حماتها ما كانتش تسلم عليها. بعتت لي رساله قبل ما اجي، بابا متشكره. رحت لها بقول لها متاسفه ان ما جيتش في عيد الام والهديه. قالت لها جيتك عندي احسن من 100 هديه، وحضنتني حته حضن. ايه ده؟ قلت لها ايوه. حطيت لها سم في الهديه. قالت لها قلت لها جدعه. انتوا متخيلين الراجل ده حكيم جدا، بس طبعا انتوا ناصحين هتعملوا سم بحق وحقيقي، مش كده؟ اصحوا فوق. بس الحياه مع ربنا حلوه، ونقدر نغير وجه الارض، نغير بيوتنا ونغير حياتنا. نسرع كده ان احنا نبقى اشجار للبر، غرس الرب للتمجيد، والمجد لله دائما ابديا امين.